غلطة كبيرة كتير مننا بيعملها لما بيتلسع سواء بمية مغلية أو طرطشة زيت أو يتلسع في حلة سخنة أو أي حاجة سخنة، بيقوم حاطط طحينة أو يحط معجون سنان أو يحط زيت على مكان اللسع أو مكان الحرق. والكلام ده غلط جدا، الكلام ده بيزود المشكلة مش بيحلها، لأن المعجون السنان والطحينة الحاجات دي كلها بتزود الاحتباس الحراري في منطقة الحرق، وده مش مطلوب. فيرست ايد بيقول ايه، او الاسعافات الاوليه بتقول ايه، وده مش كلامي، دي كلام الاسعافات الاوليه. اول خطوه لازم تعملها بعد ما بيحصل الحرق، جري على الحنفيه، تفتح الحنفيه الميه العاديه، الميه البارده العاديه، وتحط ايدك او مكان الحرق تحتها من لمده من 20 دقيقه ل 30 دقيقه. والخطوه دي بنسبه كبيره بتشيل كتير من اثار الحرق والاحمرار والالم اللي بيحصل بعد الحرق مباشره. ولو حصل ان الحرق عمل فقاعه ميه، ما تفتحهاش من نفسك، ارجوك ما تفتحهاش من نفسك عشان تقلل فرص حدوث العدوى البكتيريه في الحرق. سيبها لحد ما الدكتور يفتحها لك وينظف لك